ابطال اوروبا والاقصاء بذلك الشكل يعتبر شيء متميز. هنا رونالدو سينال البطاقه الحمراء. رونالدو سينال البطاقه الحمراء. نعم نالها. نعم رونالدو يطرده حكم المباراة. عندما يطرد رونالدو في فريق ريال مدريد معناه بأن الأمر ليس على ما يرام في الريال. رونالدو يطرد خلف بيبي سيميوني. معركة كبيرة الآن على خط التماس بين لاعبي الريال. قلت لكم بأن بيبي ليس من حقه أن يكون تماما على كرسي الاحتياط لأنه غير موجود في القائمة. هنا اختلط كل شيء. كريستيانو رونالدو يطرد حكم المباراة كلوس غوميز بعد التدخل هذا. شوف الإعادة مرة ثانية. جابي تدخل كان من جابي ورونالدو أيضا رد على جابي. شفنا البرازيلي ديغو كوستا مع بيبي. وهنا الحارس تيبو كورتوا يكون تعرض إلى رمي بشيء ما لأن عشاق ريال مدريد هم يوجدون خلفه. هكذا طبعا هي المباريات المحلية التقليدية في كل مكان هي هكذا. الريال واتلتيكو مدريد وأهمية هذه المباراة بالنسبة لريال مدريد. رونالدو إذا يطرد مثلما طرد مورينيو وبطاقات صفراء كثيرة جدا لعناصر ريال مدريد، كثيرة لعناصر اتلتيكو مدريد. سيدفع الثمن من دون شك ديغو كوستا على هذا الاعتداء على بيبي الذي ايضا من دون شك سيعاقب لانه اصلا غير موجود في قائمه 18 لاعبا ولكنه لاحظناه على كرسي الاحتياط منذ غادر مورينيو، منذ طرده الحكم جوزي مورينيو. اعتقد ليس فقط بسبب الخسارة في هذا النهائي، أعتقد بأن مورينيو بنسبة كبيرة جدا لن يكون مدربا لفريق ريال مدريد العام المقبل، حتى أنه في لندن في خلال الأيام القليلة الماضية يقال بأنه بعض اللاعبين أعلموهم بأن مورينيو هو الذي سيكون مدربا لتشيلسي العام المقبل. ريال مدريد أدرك ذلك من زمان، منذ مدة، لذلك حاول الاتصال بكارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي لنادي باريس سان جيرمان من أجل استقدامه لفريق ريال مدريد. كل شيء سيظهر خلال اليومين المقبلين لأنه حتى كارلو أنشيلوتي سيعلن هذا الأحد وجهته إن كان سيبقى في البي اس جي أو سيغادر. سيعلن رسميا مورينيو أيضا مغادرته لفريق ريال مدريد وعودته إلى الدوري الإنجليزي وخاصة إلى فريق تشيلسي. مرتقب ومنتظر تغييرات كثيرة